الحبة بريخ رمشوخن ورمشوخن طاوة وشلامة الخن. مساء الخير وكل لحظة وأنتم بخير وسعادة وطمأنينة. كل عام وأنتم بهذا الجمال الذي تزهو به بغديدة. أيها السيدات والسادة الأفاضل والأكارم، بحفظ ألقابكم بين ثنايا القلب أود أن أتقدم لكم بعام مليء بالسلام والطمأنينة لكم ولعوائلكم، وأتمنى لكم ميلادا مجيدا يبعث التجدد فينا جميعا. هذه المدينة التي تلد السلام كل عام وتربيه تربية مليئة بالكرم والطيبة والثورة والنقاء. هذه المدينة المباركة المقدسة الأبية التي ترفرف فوق كل المدن لتعلمهم التضحية والهدوء والراحة والنظافة. هذه المدينة وأخواتها الأخريات اللاتي يروجن لكل تفاصيل الوطن والإنسانية. أهلا وسهلا بكم فيها، وأهلا وسهلا بكم في ملتقى الميلاد للإبداع دورة شهداء عرس بغديدة الذي ينظمه دار ماربولس للخدمات الكنسية برعاية اتحاد الأدباء والكتاب السريان. نبدأ ملتقانا هذا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء عرس بغديدة مع عزف للسلام الجمهوري باللغة السريانية. ترتيلة الميلاد يقدمها جوق مدرسة مار أفرام السريان. ملتقى الميلاد للإبداع هذا ملتقى مباثر ما دقت قام يخمش إن آخر خك موضخ والد ده هديرا لو دخل كتشاتا. هذا ملتقى الميلاد إنه ثواب قرايد مشوحياثة وثواب معرض فني ومعرض بازار. دريلا شمد هذا ملتقى دورة شهداء أو دورة سهذة
أرز بغدادي، لأن غزيلا أنه لازم تخرخه بكلها أنشطة ديدا دلزال شمهن ما دام دي لمولاد مارنيش مشيحة، فهم التخرخه تاويه رمز بخيوثا. ولد المسيح. حينما نقرأ في بشارة الحياة عن ولادة مخلصنا يسوع المسيح، لا يخفى عن قراءتنا حادث استشهاد أطفال بيت لحم وما أشبه اليوم بالبارحة. مناغات: يا بيت لحم ما لي أراك مضطربا، تسودك الحيرة والخجل، وملوك الأرض اهتزت عروشها، عملوا بالتقتيل والتنكيل والحيل، بلا خجل بلا كسل أطفأوا أنفاس أطفال، وظل فيهم غليلهم يشتعل، وحقد دفين في القلب اعتمل، قتل وتقتيل أطفال كالأسل، وولولت ثاكل على ابنها، وأفردت الخصل، قلب محطم جرح لا يندمل، واحتضنت طفلها بالمقل، بالدمع خاطبته بدل المقل، وعذراء تناغي رضيعها البكر بنيا بمن عنك أنشغل. 2000 ونيف على بشارة الرسل، وعيوننا بكلامك الثر تكتحل، سرايا راياتكم تنكس، فأنزلوا الأعلام أمام ملك الملوك المؤتمل. كم حيرت عقولا منذ مولدك، وأسيلت أحبار على كلامك والعمل، ما جئت تنقض الناموس، ما جئت تنقض الناموس، بل بأقوالك استنار واكتمل. فما خطب الوجهاء يحيكون الكمائن، يجربونك بالمكائد والحيل، من قال الحق الحق قبلك وصدق، ومن أجل ما قال رضي واحتمل، كلامك في النفس. هذا ملتقى يعني كبخازخ لأنه ذا قرتي لدى آني ناشي خسورة المقروخ لدى آني ناشي بغداد دينا آخر، لا بس بغداد وكرمش وبرطلة تليلا سراي من برطلة وكرمش فيهم شرك بهذا ملتقى. غزيلا أنه من خلال الثقافة أو مردوثة بتايبا لي مخناشي، وبتايبا تيوخغ ذا أقرت تصورة، أقرت دبياشة آخا، أقرت دروج دا لشان سريايا دا ثقافة سريانية. هذا خمن داني من ديانة مهمة دم تخملنا نقاو حيقادك مو دخله دا هذا ملتقى بايش كل شأت هذا ملتقى. شلام الخون وهو المشيحة وكل شاتب بسخوثة. أمي أنا أمدك جاهن اجيلي دنيخنا جيالا، أنا أمدك جاهن اجيلي دنيخنا جيالا، وبيثا كولك مباقر وقداري والي بالا، وأمي خمتة وجهيتا قيمك وذالي خالا. أمي اكتاكلنا إله ومني لك تاكل أمي، أمي اكتاكلنا إله ومني لك تاكل أمي، آين لبي دقدايق وآين وريذي ودمه، أمي ليلك وأخوي أمي آين لشمه. هل إديوكم صليالا، هل إديوكم صليالا، دلنا بلخوة بأوقانا رويلا وهركم ضريالا، قنبلخ آين درمانا
أمي ليلة مخوردة، أمي كولة بستانة. دقينا هشمشك بلطة، دقينا هشمشك بلطة، وصيرة بثره بنطارة، وبيثيته وردك بثخي، وصبرق يلبي وزمارة، بقاوه اهوك مخلل مهادخ بشوال خوارة. أمي طربة ركيخة وبوخة قناخب ومنه، زورك خزالي وآين كرقي ولقبا يشنه، قياون ميل موثى كتشيثد لك خزنة، قياون ميل موثى كتشيثد لك خزنة. وهاويتم بالسينة. شكرا لبرطلة وبرطلة وبرطلة كما يسموها بالراء المشددة. نحن البغداديون نكسر ساعاتنا لأن الوقت يتوقف عندما نصلي، والله يخشع لصلواتنا فيصبح العالم شهقة إلا نحن. مع الشاعر غزوان صباح، فليتفضل. مرة قال جبران خليل جبران: أعظم شيئين في الحياة الموت والميلاد. ولأننا نعيش أيام الميلاد فلا بد أن نستذكر شهداء محرقة بغدادة. في نص شعري تحت عنوان قبور تبتلع الملائكة: رأيناها من بعيد ثم اقتربنا ولمسناها، كانت قوافل الأيادي النظيفة تحملهم وتتسابق بهم نحو الجنة، محملة بملائكة محروقين، محروقين بأياد ملوثة منذ زمن بعيد. كلنا كنا هناك ولم نسأل هل سيحرقون الأشجار والصغار والكبار أم سينامون خلف الحديد. تعالوا لتشاهدوا كيف تفتح القبور أفواهها تبتلعهم بالتوالي، ونحن نرقص حولهم في عرس أسود، في مأتم نرقص كالعصافير المذبوحة من شدة الألم. نسير بهم بخطوات حبلى والناقوس يدفعنا لنفارقهم، والكهنة يتلون آخر صلواتهم، وضجيج المكان وأفواج من المائتين يودعون موتاهم ويتمنون أن يجدوا غدا من يبكي عليهم. شكرا للشاعر غزوان صباح. ها هي الكلمة تتجسد، تصير نورا يضيء ما عتم في القلوب، وها هو الحب يولد من جديد ليعيد ترتيب هذا العالم المائل. ننتقل إلى مدينة أخرى يحق للآخرين أن يسموها بالسين وأهلها أن يسموها بالشين، كرملس أو كرملش. الشاعر رامز طيفان، فليتفضل. شلام اللوخن مولاد مريها وبريخ اللوخن. بدأت النجوم تطرد الظلمات، والليل يعزف لحن السماوات، يرنم لمولود فريد، والملائكة يرتلون: استعدي أيتها الأرض لحدث عظيم، افرحي يا قلوب بمولود فقير، اجمعوا ما عندكم ورنموا مع الملائكة للخلاص الأبدي. هذه الروح لا يحتملها الأشرار، هذا اسم يهابه الملوك، هذا النور الذي أزاح عتمة الدرب زارنا، جاء لينقذنا من الخطيئة ويجعلنا أبناء مثله. فاستعدي أيتها الأرض لمولود عظيم ولد في مذود،
ما أفقره وما أعظمه، متخليا عن مجده الأزلي، محتقرا لكنوز الدنيا وأوهامها، محبا لكل ما في الأرض، ومرآة من خلالها عثرنا على ما أضعناه، حررنا من قيودنا العبثية، من الهمجية التي كنا منغمسين فيها. في مولده لم تقرع طبول الحرب، إنما انطلقت أبواق السلام. نجمة أشارت والعرافون توجهوا، بحثوا عن الرب فسجدوا له، وهو مقمط بملابس الفقراء، ويشع من مذوده نور السماوات. والرعاة كانوا يتناوبون الحراسة ويتبادلون الأدوار قبل أن تتفتح قلوبهم وتستمع لتلك الموسيقى العذبة ترتلها أجواق الملائكة. يا أيتها الأرض استعدي ليسوع الآتي من روح الرب، أيتها الأرض استعدي للقداسة والطهارة، لمن سيطرد الخطيئة والظلم، لمن سيطهرك من كل قذارة. إنه الطفل يسوع الآتي من روح الرب. وشكرا. اجوا بعد رمشة بغداد ثوالا ملتقى الميلاد الإبداعي. هذا ملتقى مؤسس له بشاتة 83 ببغداد، ومشهوري له بوذد كشرواثة وخوباطة، وإديو هذا قيادة صبرو سايومي سورياي أهله برعيوثة، وذ هذا ملتقى وشرك بهذا ملتقى مع حوره، ومشرك لجوق مار أفرام مدرسة مار أفرام السريانية بهذا ملتقى. أكيد هذا ملتقى هو اكتشافي ودا إبداعات خاصة عليمة شباب خاصة دينا قيمي وكثفي محرة، شرك بلشانة سوريايا وشرك بلشانة عربايا. فبلشانة سوريايا خازق بأنه أثوى خاكمة إبداعات خاصة قنبشري بخمندي خاصة بمجال الثقافة السريانية. واتحاد قيادة صبرو سايوم يعني أهو هركاو سباق وكاو أهو برعيوث أحكوي أني ملتقيات وأني رمش محراية وأني خوباطة وأني فعاليات وكشرواثة دكوذيه باني مثواثا سورياي. فبهذا يوم ديوا هذا ملتقى ديوا دورة محرقة بغداد يقضون بغداد دخلولا سرخانة تحصل ببغداد، هو يعني استذكارا هذه مناسبة، وكم رابط له اتحاد الأدباء بهذا النشاط الإبداعي دي لأهو ملتقى. أكيد خمندي مفسخاني لأن خازق قال خاثة كثوي خازق كثاو خاثة كثوي ومزمري بلشانة سوريايا، وهذا من دي مفسخ أهو شنتة دا لشانة سوريايا وشنتة دا هوية جديدا ووجود جديدا بهذه أرقى دي لا هي أرقى ببواثن ود حيل شبخلا دمة ود مثلا هذه أرقى وبشان بقاوح. فأني ملتقيات وأني هنا دعم دا هذه ثقافة هذه مردوتة سوراي مثواثة جديدا. فكتشاتا تهاويتو بسخوثة وكتشاتا هذا ملتقى إن شاء الله بتهاوي راخش القامة وبتهاوي خا منبر دا بارايوثا دا إبداع وهويت بسيمة. بغداد ترطب ما أحرقته الشمس، ويومها من النار المتجمد، شوارعها أوردة الله، وفي الحي مقهى يتطاير الهواء نحو آدم. أنا لست هو، وجسدي مشرح تحت أفئدة الملح، أكاد أجوع أموت. سأخلع هذه الانتكاسات الكوميدية، ربما فراقها قلق من إذاعة مباشرة. إلى برطلة مرة أخرى مع الشاعر الأمير أمير بولس، فليتفضل. بليلة إيذت بيلدا أمه وشتوت صلاثيك أخوي خضري خضرواند بغدادي كم زمري وكمري
هويل مشيحة وده بغدادة وخثواثة شينا وشلامة. قبل أن تحل الكارثة بقليل كان يغازلها بقصيدة قال فيها: تعالي لنكتب قصيدة، أنا المبتدأ، وما يطيب لي فيك من الغزل، وأنت الخبر، وما يليق بك من خجل. ألهث أنا كعداء وراء الكلمات، وترقص أنت فوق سطور الورق. أجمع أنا حركات الإعراب، وأنت بعطرك تعطرين الجمل. أكتب أنا ما أرى من عشق في عينيك، واكتبي أنت ما يظهر على شفتي من قبل. نعتق ما كتبنا في قارورة قديمة من ميراث جدي، نودعها في قبو للعشق، لنعود من جديد ونكتب قصيدة أخرى. وكانت الكارثة وصمت الاثنان. شكرا جزيلا. شكرا للشاعر أمير بولس. في ليل مزقه ضوء خفيف، ولدت الأرض من رحم الصمت، طفل كأنه اختصار السماء يمد يديه ليجمع الشتات. مع الشاعر إبراهيم خضر، فليتفضل. سوتة وخجبان خرايا، المحرقة والحساب الأخير. هذه مشحتة بتقارينا يبقى له قناة عيتاني. إما وطلاثي وخمشة بمنيانا، سملون الريشيهون تليلة سهلوثة، ودميهون مشيحايا قال زعوقة، مطيل برثاخة عظم الزرقوثة، بدمو ثرودانا ماتون دنورا، دلا رحم وحنانا وبغضاط ليموثا، وصفرهون روخاثهون بقبال دمريا، ملي بطيبوثا دمثو مايوثا، بدموث ملاخي فراخة بملكوثا، جبقلوخ أضرب شتقا وشليوثا، طرعلوخ ميخون دخيا وزكايا، وشتيلوخ كاساد موتا وميروثا، ودمام شيحايا ترسى يدروخا، يرسلوخ مني لخمات خايوثا. إلى كل من يبحث عن يسوع، طفل المغارة الوحيد. أسير في أسواق شعبية في عيد الميلاد، حولي الأشجار خضراء بيضاء ثلجية، لكني أذكر أول شجرة زينتها تحمل طابعاً مختلفاً، كانت شجرة ميلاد. كنا نتزاور، تجمعنا شجرة الميلاد، واليوم نحن شتات، من في المنفى ومن على شواطئ المحيط ومن في الثلج، يداه ترتعشان ليد تمد له لمصافحة أو حتى سلام من بعيد. واليوم حتى اللقاء محال،
بين جار وجار، حولنا العيد لصورة ترسل عبر الأقمار. غلفنا يسوع بهدايا تحت شجرة الميلاد، بثياب أو لون آثاث، ونسينا يسوع طفل المغارة يمر غريبا كئيبا بثياب رثة إلى جلجلته. أخجل كثيرا أن يسوع ما زال وحيدا، وستظل يا رب السلام أبدا في دنيانا حزين. فنجمة واحدة عرف المجوس بمجيء الملك، زينا شوارعنا أشجارنا نجوما، وما زلنا تائهين أين يولد؟ أو تكفي النجمات لنجد يسوع الملقى في ذاكرة النسيان وفي حكايات الجدات، يسوع الطفل المقمط بأوراق الكتب. أذهب لبيت لحمة وأجد يسوع الطفل الفقير في مذود وحوله الغنم، أصوره وأكتب هنا يولد الطفل الملك. وإذ حان وقت الهدايا قدم المجوس ما قدم، وأنا مددت يدي فارغة، تبخرت كل العطايا. ويسوع والمغارة وجه طفل يستعطي الرغيف، وامرأة تحمل هم السنين، وجائع لا لخبز، جوع لتحية، لكلمة لطف، لحب، لعناق طويل. يقول هذا وجه يسوع. أضعت السنين بحثا، ويسوع وجه كل مخلوق. أحقا أريد رؤية يسوع؟ غدا ألقاه، أزوره، أمد يدي له، أساعده. أيها الغد المنتظر، سنينا وغدا بعده في انتظار. شكرا. شكرا للشاعر لويس كامل. بعد أن تنتهي الحرب سأعود تدريجيا إلى مدينتنا، أجمع فضلات الدبابات المتطايرة، وأجمع الرصاصات التي قتلت العراقيين، أذيبها بدرجة حرارة قهرنا جميعا، ثم أحولها إلى قلائد للعشاق وأوزعها مجانا. مع الشاعر الياس حنو، فليتفضل. الصورة تدهشني، تفترسني في لحظة خضوع، ربما أنحت الأوهام على خريف الضجر كشتاء يستحي من غياب المطر. أنا غائب عن تأبين الشموع، فالوقت قد فات بتخاذل الذكريات. مشتاق يا أول جرح يمشي الوقت بس ما أحسك طايب. مرت أيام وكان هستوك غايب، شرثيك يا كشخة قمر، يا فرحة عيون التحن، مرسومة بتفاصيل العمر سوالفك، رسمة عشق وكل شي بروحي يتنفس، بلمسة ايدك ذايب. مر الوقت ومشتاق بس اطمئن، ليها السماء مقتنع وجهك عني غايب، ليها السماء مقتنع وجهك عني غايب. رحت والدنيا صارت وحشة ببلياك، بالناس تحبك كل شي عكس افتر، فرقتك نار وأهلك جامة الفانوس، السوادش ما تطول فرقتك تكثر. عين اشتاقت الملقاك وروحي تدللتها سنين، عايش بيها وتريدك، يل كلك حلو ما بيك لولا، جنة بيتنا بهجرك صفت شولة. ما ردنا بساع نكبر بس كبرنا، شمال عوز مرنا بس كبرنا، تعبنا العيون ان نحبهم بس قبرنا، فاتح ابوابه متاني روح المنيه. مباثر هذا ملتقى بتاويل ملتقى القيامه، قيامه دمار النشوع مشيحه، هم بالتاويل نفس الفعاليات تايث انشطه خن بكوها. اجوا اخني اقرتن بصوره عامه دمقر وخا من دي شينايا دا بغداد وكرمش وبارطله ومثواث السراي، دمغزخ انه سراي اخي نبيش بهذا اثره، وبالرغم من كل يعني اسقاثه وتحديات ومشاكل هركي يخ اخا وكمروجخ لشلامه والشينا بينت كله ناشيد هذا اثره.